نادي الوطن وزعيم البلاد الفيصل الزعيم ينهي معركته الأولى نحو صراع اللقب بفوز صعب أمام الرمثا. وكان الفيصلي قد لعب بطريقة رائعة، طريقة متوازنة بين الخطوط الثلاث. الفيصلي دخل المباراة بكل جدية، بمعنويات عالية، بروح كانت جميلة. سجل الهدف الأول مجد العطار الذي تألق، وصنع هذا الهدف بشار ذيابات الذي أحدث فارقا كبيرا في خط المنتصف، حيث كان اللاعب المؤثر الذي ربط الوسط بالهجوم، وكانت تمريراته مؤثرة جدا. في الهدف الثاني أحمد العرسان يضع الكرة أمام اللاعب محمد الحلاق الذي لم يتوانى في تسجيل الهدف الثاني، إلى أن هنالك بعض الأخطاء الدفاعية التي كان يعاب عليها دفاع الفيصلي، وعدم التغطية بشكل سليم، وعدم التمركز بشكل جيد من قلبي الدفاع والظهير الذي يشغل مكان الحمروني، والذي هو حسام أبو الذهب، لم يكن يغطي بشكل جيد وكان متقدما قليلا. استطاع الرمثا من تسجيل هدفه الأول لينتهي شوط اللقاء الأول بهدفين مقابل هدف. في الشوط الثاني شاهدنا أن الرمثا كان أكثر جدية، كان أكثر استحواذا على الكرة، ومنذ بداية الشوط الثاني استطاع الرمثا أن يسجل هدف التعادل. وبرضه ما يعاب على الدفاع أنه غير متمركز بطريقة جيدة، ولم يكن يغطي على المهاجمين بشكل ممتاز، وبينية بين الخطوط أتت بهدف التعادل. إلى أن الفيصلي بالعزيمة والإصرار والروح العالية وبطموح التتويج وباسمه الزعيم، دائما يحضر باسمه، كل من يلبس كلر الفيصلي يشعر بأنه زعيم فعلا. هذا لقب لم يأتي من فراغ، أنت زعيم البلاد، أنت النسر التي تحلق في سماء الأردن عاليا، وأنت سماها وأنت بحرها، الفيصل الجميل، الفيصل الأزرق السماوي. في الثواني الأخيرة يأتي مهند خير الله ليسجل هدف الفوز، وأتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الهدف هو هدف الدوري إن شاء الله. مهند خير الله ذلك النشمي، ذلك اللاعب الذي دائما ما يعول عليه الجماهير ولا يخيب آمالهم، دائما يأتي من الدفاع إلى الهجوم ليسجل. مهند خير الله لاعب دفاع مهاجم استثنائي صراحة، دائما يأتي بالحلول، دائما ما يصنع الفارق للفيصلي، وشاهدنا هذا الموسم أكثر من مرة مهند خير الله يصنع الفرح لجماهير الفيصلي. ألف مبروك لزعيم البلاد، هذا ما كنا نتمناه وما نتوقعه. نتمنى لكم التتويج، نتمنى لكم أن تفوزوا في معركتكم القادمة. ألف مبروك النادي الفيصلي، تستحقون هذا الانتصار. وأقول لمن كان يقول نحن من نحدد من يفوز بالدوري، أنت لست منافسا للفيصلي ولا تصل لنصف ألقاب الفيصلي. عليك أن تراجع نفسك وتراجع حساباتك. أنت لا تحدد من يفوز باللقب. شكرا لكم لحسن الاستماع، وآسف على الإطالة. الزعيم يحلق عاليا في سماء البلاد ويرفع اسم الوطن عاليا.